هو البنك المركزي بيساعد أصحاب الهمم؟ تعال وأنا أقول لك. خليني أقول لك إن في السنين الأخيرة البنك المركزي عمل مبادرات كتير عشان يحقق العدالة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم. كل بنك لازم يوفر على الأقل 2 موظفين قادرين على مساعدتهم جوه البنك، وده من خلال مثلا لغة الإشارة وطريقة برايل. أما من بره البنك بيكون في خدمة عملاء متخصصة لسهولة الاستفسارات، وSMS مميزة بدون مصاريف أو عمولات. والبطاقات البنكية كمان تكون سهلة الاستخدام، يعني الحروف بارزة مثلا، وكمان من خلال وسائل إلكترونية بنظام قارئ للشاشة. ونقطة مهمة جدا لتحقيق عدالة فعلية وهي القروض، ولكل بنك سياسته، ولكن دايما الفوائد بتكون رمزية تبدأ من 3%. طب لو انت من أصحاب الهمم محتاج ايه عشان تاخد حقك في المميزات؟ هي خطوات إثبات بسيطة زي التقرير الطبي، بطاقة التضامن الاجتماعي، وبيتم قبول الختم والبصمة على المستندات لتسهيل الإجراءات. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصة مع أبو اليزيد.